النهارده هنتكلم على الفاست فود وبالذات التشيكن وينجز. طيب انا اقول لكم على عيوبها الطبيه. اجنحه الفراخ بشكل عام بيتحرم فيها المواد اللي بتسرع نمو الفرخه بسرعه، عشان كده ايامي انا زمان كانوا بيقصوا اجنحه الفراخ ويرموها، لان فيها تركيز دهون عاليه جدا، وفيها الهرمونات المحقونه، وفيها جلد الفراخ اللي اوريدي احنا حاليا وزمان كنا بنقشر الفرخه ونرمي الجلد وناكل اللحم. هم النهارده بقوا يعملوه صوصز ويتباع، سعرات حراريه عاليه جدا، استفاده مفيش. بالعكس دهون عاليه جدا، ودهون مشبعه بالساتوريتد فاتي اسيدز، يعني تبقى مشبعه بالمرض، او بتزود نسبه الكوليسترول في الدم للي قدي، وبتزود نسبه الدهون للي قدك. يعني السعرات الحراريه هنا عاليه جدا، وانا اللي في سني الكوليسترول يعلى جدا، يبقى لا استفاده هنا ولا استفاده هنا. الجيلين مش مستفيدين منه. احنا اتخانقنا مع بعض علشان نعمل هذا الفيديو. انا قلت لها انا مش مقتنع بالتشيكن وينجز او اجنحه الفراخ، هي قالت لي بس انت عشان ما دقتهاش.